الرحمن الرحيم. نتكلم النهاردة عن إذابة الكيماويات في الماء اللي هو 1 كيلو على اللتر ماء. يعني إيه حاصل إذابة الأسمدة اللي هي العناصر الصغرى والعناصر الكبرى؟ معناها عدد اللترات الماء اللازمة لإذابة 1 كيلو كيماوي من العناصر. يعني إيه؟ إن اليوريا مثلا، الكيلو اليوريا بيحتاج إلى 2 لتر ماء للإذابة. نترات النشادر بتحتاج إلى 2 لتر ماء للإذابة. سلفات النشادر بتحتاج إلى 4 لتر ماء للإذابة. نترات البوتاسيوم تحتاج إلى 4 لتر ماء للإذابة. طب نترات الكالسيوم بتحتاج إلى لتر واحد ماء للإذابة. سوبر فوسفات الكالسيوم 1 كيلو يحتاج إلى 3 لتر ماء إذابة. طب الماب يحتاج إلى 2 لتر ماء للإذابة. طب الداب يحتاج إلى الكيلو إلى 2 لتر ماء للإذابة. طيب البك يحتاج إلى 2 لتر ماء للإذابة، الكيلو منه يعني. طب سلفات البوتاسيوم تحتاج الكيلو منه إلى 20 لتر ماء في الإذابة. كلوريد الصوديوم الكيلو منه يحتاج إلى 5 لتر ماء للإذابة. طب سلفات المغنيسيوم بتحتاج الكيلو منها يحتاج إلى 5 لتر لإذابته. طيب بالنسبة للحديد بيحتاج سلفات الحديد الكيلو منها يحتاج إلى 4 لتر ماء للإذابة. طب سلفات الزنك كيلو منه يحتاج 3 متر للإذابة. أما سلفات المنجنيز الكيلو منه بيحتاج 2 لتر ماء للإذابة. طب سلفات النحاس بتحتاج الكيلو منها 5 لتر للإذابة. طيب ملبيدات الألمنيوم 2 كيلو منها بيحتاجوا 3 لتر ماء للإذابة، يعني كيلو ونص. كيلو ونص، يعني معنى كده ان ايه؟ الكيلو بيحتاج الى لتر ونص ماء للإذابة. طب ملبدات الصوديوم الكيلو منها بيحتاج الى 5 لتر ماء للإذابة. حمض البوركس الكيلو منه بيحتاج الى 10 لتر ماء للإذابة. طب البوركس البوريك حمض البوريك بالكيلو منه بيحتاج الى 20 لتر ماء للإذابة. يعني معنى كده ان لو عندي برميل 200 لتر بيحتاج كام كيلو؟ بيحتاج 10 كيلو على ال 200 لتر الإزازة. طب حمض الستريك ال2 كيلو منه طبعا بيحتاجوا للتر ماء للإذابة. معنى كده ان ديت ايه؟ طبعا الستريك معنى كده ان 2 كيلو منه بيدوبوا في لتر ماء، اي معنى كده ان اللتر الماء دوت كثافته 2 كيلو، توزن 2 كيلو. طيب العناصر الصغرى اللي هي المخلبية زي الحديد المخلبي بيحتاج الكيلو منه اللتر ماء. طب الزنك المخلبي بيحتاج الكيلو منه اللتر ماء للإذابة. طب المنجنيز المخلبي بيحتاج الكيلو منه اللتر. يعني معنى كده ان العناصر الصغرى المخلبية عشان ندوب 1 كيلو منها بيحتاج الى لتر ماء للإذابة. دي طبعا كلها بتتكلم عن حاصل إذابة المواد الصلبة في لتر ماء. المواد الصلبة اللي هي زي العناصر الصغرى والعناصر الكبرى. والسلام عليكم ورحمة الله.